السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني الثانوي. أهلا وسهلا بيك يا جميل. هنحل النهاردة إن شاء الله ليسون 2 من شابتر 3 من كتاب المعاصر. الليسون مهم جدا جدا، اللي بيتكلم عن الاتوميك راديوس والايونيزيشن انرجي والكترون افينيتي والكترون نيجاتيفيتي، 4 بروبرتيز للريبريزنتاتيف اليمنت. وعايز اقول لك ان هم زي ما قلنا في الشرح مهمين جدا جدا جدا، لان هم مكملين معانا للسنة اللي جاية كمان. طيب نبدأ على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السؤال الأول: The element with the smallest atomic radius among the elements of the same group is that which has. أولا، بما إن الراجل بيسألني على واحد في نفس الجروب، فالإليمنتس وهم في نفس الجروب الاتوميك راديوس واحنا نازلين من فوق لتحت بيزيد، لأن عدد الانرجي ليفلز بيكتر. فبيقول لك والله اللي عنده smallest atomic radius هو أكيد الأقل في الأتوميك نمبر، يعني أعلى واحد. the highest number of neutrons ولا the lowest number of protons. طيب احنا هنا محتاجين نتكلم يعني ايه atomic number أصلا. لو أنا عندي الإليمنت x، فالرقم اللي بيتكتب تحت ده هو عدد البروتونز اللي اسمه atomic number، اللي هو بيبقى اسمه z. أما الرقم اللي فوق ده اسمه mass number، اللي بيتكلم على number of protons and neutrons. وبالتالي انا عايز الاقل في الاتوميك نمبر، يعني الاقل في عدد البروتونز. يعني انا مش يعني ماليش علاقه بقصه النيوترونز دي خالص. فيبقى lowest number of protons inside the nucleus. ده جميل قوي. طيب the lowest electronegativity، والله هو اصغر واحد في الاتوميك راديوس ده، بما انه هو هيدخل الاتوميك او الالكترونيجاتيفيتي في الموضوع. فانا محتاج افتكر اصلا ان الاصغر في الاتوميك راديوس هو اعلى في الالكترونيجاتيفيتي، لان الراجل ده يقدر يسحب الالكترونز اكتر ناحيته. لان كل ما بيبقى الاتوميك راديوس صغير كل ما بيطول الالكترونز اللي بره اكتر، يعني الزي افكتيف عاليه، وبالتالي سيطرته على الاوتر موست الكترونز بتكون عاليه. يبقى مش لوست الكترونيتيفيتي، ده الاعلى في الالكترونيتيفيتي. وكمان احنا عارفين ان الاتوميك راديوس لما بيقل او بيزيد ايا يكن هو عكس كل الباقي، اللي هو الايونايزيشن انرجي والالكترون افينيتي اهو والالكترونيجاتيفيتي، كلهم بيقلوا. لو ده بيزيد كلهم بيقلوا. فبالتالي انت عايز اصغر اتوميك راديوس، لان هو بيقول لي اصغر اتوميك راديوس يبقى الاعلى في الالكترونيجاتيفيتي. يلا ادينا بنشرح وبنحل في نفس الوقت. فبيقول لك the highest number of electrons around the nucleus، اعلى عدد من الالكترونز حوالين النيوكليوس. فوالله احنا لو احنا بنتكلم على اللي فوق ده، فبما ان الاتوميك نمبر بتاعه اقل حاجه يبقى عنده اقل عدد من الالكترونز، وبالتالي دي غلط. هايست دي غلط. تمام. اعذروني انا يعني في ظروف مرضيه شويه كده، انتوا عارفين دور البرد اللي لافف في مصر كلها دلوقتي، فتلاقيني كده مش عارف اتكلم براحتي قوي. فان شاء الله يعني تكون الصوت وصل لكم كويس، ودعوا لنا بالشفاء. بيقول لك the biggest atoms in size in the periodic table، يعني اكبر atomic radius are those of alkali metals. طبعا alkali metals اللي هم جروب 1A اللي احنا حافظينهم اصلا: ليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم، روبيديوم، سيزيوم. جروب 1B طبعا لا. احنا كل يعني اكتر ناس هم اكبر ناس اللي هم جروب 1A، لان هم اول ناس في البريودك تيبل، اول كل بيريود. وبالتالي احنا عارفين ان الاتوميك راديوس واحنا ماشيين من الشمال لليمين بيصغر، وبالتالي اول البيريود هو اكبر حاجه، يعني جروب 1A هي الصح. يبقى البيجست اتومز هم جروب 1A مش 1B اللي هم بتوع الدي بلوك. اصلا احنا بنتكلم على من اول جروب 1A ل 7A. ما تدخليش اصلا جروب 1 بي في النص، لان احنا مش بنتكلم عن الترانزيشن اليمنتس، احنا بنتكلم عن الريبريزنتيف. جروب 8 اللي هو الزيرو برضه لا، دول اصلا في الاخر خالص. طب الهالوجنز اللي هم جروب 7A ده اصغر يا اسطى اتوميك راديوس، هو عايز اكبر اتومز، وبالتالي دي غلط. طيب ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لك the element atom which has the smallest atomic radius، اصغر atomic radius. والله احنا في رول كنا عاملينها. الاصغر في الاتوميك راديوس، الاصغر في الاتوميك راديوس بنعرفه ازاي؟ اولا هو اللي عنده عدد قليل جدا من الانرجي ليفلز، اقل عدد في الانرجي ليفل هو هيكون الاتوميك راديوس بتاعه صغير. طيب لو في اتنين الانرجي ليفلز بتاعتهم ايكوال، يبقى هنبص على الاعلى في الاتوميك نمبر، لان اللي عنده عيال اكتر تشد هما اللي هيبقوا الاتوميك راديوس بتاعهم صغير. وبالتالي خلينا نشوف هنا الليثيوم. طبعا كنا الرول بتقول لحد 20 تقدر توزع فلاحين، يعني الراجل ده اهوت يقدر يوزعه كده 2 1، الراجل ده 2 7، الراجل ده 2 8 2، الراجل ده
287. طب واحده واحده، هو عايز الاصغر في الاتوميك راديوس، ودول 3 انرجي ليفل. مع السلامه مع السلامه، احنا عايزين اصغر اتوميك راديوس يعني اقل عدد في الانرجي ليفل. طب دلوقتي ده ولا ده؟ ما الاتنين عندهم 2 انرجي ليفل. والله اللي عنده عيال اكتر تسحب، اللي عنده اتوميك نمبر اعلى، اللي عنده زي افكتيف اكبر، هو اللي هيأتراكت الاوتر موست الكترونز اكتر ناحيته، يبقى الفلورين. وانت عارف اصلا الاتنين في البيريود نمبر 2، اولنا الليثيوم في جروب 1A واخرنا الفلورين في جروب 7A، واحنا ماشيين بالشمال اليمين الاتوميك راديوس بيصغر بكل الطرق اهو. يعني بص بنحل بكل الطرق، المهم في الاخر الاجابه صح. طيب the opposite table exhibits the electron configuration of an atom in its ground state، يعني مش excited، and that of its ion، يعني والله هو بيديني اتوم وايون، فادي الاتوم اهوت وادي الايون اهوت. الاتوم والله انا شايف ان هو لحد هنا كده 1s2 2s2 2b6، يا دي كده 2 وادي 8 وادي 5. احنا بنتكلم على 15، يعني ده الفوسفورس. اصل احنا حافظين اول 20 element بالاتوميك نمبر، انت بتتكلم على الفوسفورس جروب 5A، يعني كل بياناته موجوده. الكترون كونفيجريشن اوف زايون اكيد هيجين 3، يبقى الراجل ده اهو 1s2 2s2 2b6 2s2 2b 3s2 3b6، يعني الراجل ده بقى b نيجاتيف 3 اهوت. فبيقول لك which of the following conversion represent this atom. اولا انا كده كده عارف ان هو الفوسفورس مستحيل يكون الالومنيوم ولا البورون ولا النيتروجين، فيبقى كده ميزه ان انت حفظت اول 20 بالاتوميك نمبر ساعدتك في الاختيار. تاني حاجه، اولا الراجل ده انا شايف ان البي بتاعته كان اخرها 3، كانت شايله 3. في الايون زادت 3 يعني عملت جين، يبقى مش ده ولا ده، لان هنا بيقول لك بوزيتيف. يا ترى بقى عمل جين ل 3 ولا عمل جين ل 3؟ طب ما الاتنين عملوا جين ل 3. طب يا ترى هو نيتروجين ولا فوسفورس؟ طبعا بقى هنا هتقول لي طب انا اعرف ازاي لو انا مش حافظ اول 20 اليمنت؟ انا مش عارف. المفروض ان انت تكون حافظ اول 20 اليمنت زي ما اتفقنا بالاتوميك نمبر، ويكون حفظ صح. يعني لو سالتك النيتروجين كام، انت عارف ان النيتروجين 7، يعني لو وزعناه هيبقى في البيريود نمبر 2. اما الفوسفورس لو وزعناه اللي هو 15 285 في البيريود نمبر 3. سوري في البيريود نمبر 3، لان الراجل عنده 3 انرجي ليفل، ومن رقم اخر اس اهوت انا شايف انه عنده 3 انرجي ليفل، يعني في البيريود نمبر 3. اكسجين ايون O8، طبعا ده الماس نمبر ما يلزمنيش في حاجه عشان ما يلخبطنيش، هو بيلخبطني بيه بس انا هنا مش محتاجه. عمل جين ل 2 كونتين كام بروتون كام الكترون؟ قلت له والله الراجل عنده 8 بروتون. كام الكترون؟ هو كان عنده 8 لو هو اتوم، يعني الاكسجين 8 لو هو اتوم هيبقى 2 6. هو عمل جيم بقى، فبالتالي هيبقى 2 8، يبقى الراجل ده عنده 10 الكترونز و8 بروتونز. طبعا ده سؤال ممكن نسأله في حصة التأسيس مش هنا، يعني ده سؤال سهل جدا. طيب طبعا انتوا عارفين النمبر اوف بروتون ما بيتغيرش، عملت جين لالكترون لوز لالكترون، فالالكترونز هي اللي بتتغير. طيب the highest number of unpaired electrons is in. طبعا الراجل عايز اكبر عدد في الانبيرد الكترونز. سؤال سهل جدا لو انت عارف احنا بنلوز ازاي. طيب ممكن نشوف السؤال ده بيتحل ازاي. اولا الاير الراجل بيقول لك ان هو 26، يعني انا لو وزعته هتبقى ارجون 18 اهوت 4s2 3d6، صح ولا ايه؟ هو كده يبقى 26 كده 20 و6. طيب هنا لو وزعت، احنا لازم نوزع الكل وبعد كده نقارن في عدد الانبيرد اللي هو السنجل. الراجل ده هيعمل لوز ل4. خلينا الاول نلوز 2. احنا لما نلوز 2 هنلوز منين يا اسطى؟ من ال 3 دي ولا من 4 اس ولا من الارجون ولا بنلوز منين؟ احنا بنلوز من الابعد. فانت لما تلوز 2 هيبقى ارجون 18 اهوت 3 دي 6 بس كده ماشي. طيب لو عملت لوز ل3، يعني معنى كده ان انت هتطير الاتنين دول وواحده من ال 3 دي، يبقى ارجون 18 اهوت 3 دي 5 بس كده. طيب انا عايز الوز ال4، يبقى الاول هتلوز 2 من الاس وبعد كده تلوز 2 من الدي، يبقى ارجون 18 اهيت 3 دي 4. كده انا عملت لوز ل2 من الدي و2 من الاس بس كده. نبتدي نقارن. على فكرة لو انت شاطر تقدر تحلها بمجرد النظر، هو عايز اكبر عدد من السنجل. الراجل ده انا عارف انه عنده 4 سنجل. هتقول لي انت عرفت منين يا دكتور؟ اقول لك حبيب قلبي، هو اصلا الدي كده كده الاس ما عندهاش سنجل، ولا الارجون 18 ده كومبليتلي فيلد، يبقى اكيد ما عندوش سنجل. فال3 دي هو عنده 5 اوربيتالز
وعنده 6 الكترونز جواهم. ادي الاولاني، التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس. يبقى الراجل ده عنده 4 امبيرد، يبقى الايرن هنا عنده 4 امبيرد. جميل. اما الايرن بوزيتيف 2، الراجل ده عنده برضه 4 امبيرد، يعني هو ما اختلفش لان انت طيرت الاس بس ما عملتش حاجه. فالراجل ده 3 دي 6 لو وزعتهم هتلاقيهم نفس المنظر ده كده، يعني الايرن بوزيتيف 2 هو كمان عنده 4 امبير. طب الايرن بوزيتيف 3، الراجل ده والله بوضوح جدا عنده 5 امبيرد، لان الارجون كده كده هو كومبليتلي فيلد، يعني كله بيرد مفيش سنجل خالص. لكن ال 3 دي هنا هو 5 اوربيتال، ادي الواحد 2 3 4 5، 5 الكترونز اهو، فبالتالي الراجل ده عنده 5 سنجل. بالنسبة للايرن بوزيتيف 4، الراجل ده عنده 4 سنجل بوضوح لان هو 3 دي 4. يعني لو انا جيت اوزعه فهتقول له والله الخمسة اوربيتالز بتاعتك اهيت، ادي واحد 2 3 4، فالراجل ده عنده 4 سنجل. يعني ده عنده 4 وده عنده 4 وده عنده 4، ده واحد اللي عنده 5، الوحيد اللي عنده 5، يبقى هو أكبر عدد من الأمبيرد إلكترون. طيب امسح الليلة دي كده علشان نعرف نشتغل. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لك the effective nuclear charge is the highest. أولا effective nuclear charge اللي هي الزد effective أعلى ما يمكن، معناها إن الأتوميك راديوس أصغر ما يمكن، بس كده. وأنا بعرف أسيرش على الأتوميك راديوس كويس أوي. يعني هو لو سألني على زد افكتيف، ايونايزيشن انرجي، الكترون افينيتي، او الكترونيجاتيفيتي، انا بقول له اسكت خالص ما تفتحش بقك. انا هشوف الاتوميك راديوس بيقول ايه، وبعد ما اشوف الاتوميك راديوس انا عارف والله لما الاتوميك راديوس بيزيد كل حاجه بتبقى عكسه لحد دلوقتي، يعني اللي احنا خدناهم. وبالتالي انا محتاج اعرف مين في دول. هو بيقول لي اعلى افكتيف نيوكلير تشارج، فانا عايز اعرف مين اصغر اتوميك راديوس فيهم. بسم الله. طيب يلا نسيرش كده على الاصغر في الاتوميك راديوس. طبعا الاصغر في الاتوميك راديوس هو الاقل في عدد الانرجي ليفلز. خلينا نشوف. التيتانيوم طبعا طالما اعلى من 20 لازم نوزعه بالطريقه اللي احنا عارفينها. ارجون 18، 4s2، 3d2. طيب بالنسبه للايرن هتقول له والله 4s2 بعد الارجون 18 طبعا 3d لحد 4s2 كده معاك 20، يبقى 3d6. طيب التيتانيوم بوزيتيف 2، طيب طبعا تيتانيوم بوزيتيف 2 يعني هنلوز 2، هنلوزهم منين؟ من ال 4 اس. يبقى الراجل ده ارجون 18 اهوت، ارجون 18 3 دي 2 اهو، 3 دي 2، 3 دي 2. طيب هنا الايرن بوزيتيف 3، طبعا الايرن بوزيتيف 3 انا هنطير 2 من الاس وواحد من الدي، يعني هيبقى ارجون 18 اهوت 4 اس 0، يعني ممكن ما نكتبهوش اهوت مع السلامة، لانه هنلوز ال 4 اس اصلا، هنلوز ال 4 اس وكمان هنلوز واحد من الدي، يعني 3 دي 5. بس كده. طبعا هو الراجل عايز اعلى افكتيف نيوكلير تشارج، وانت عارف ان احنا لما بنلوز الاتوميك راديوس بيبقى اصغر. يعني معنى كده ان الراجل ده مستبعد والراجل ده مستبعد، احنا عايزين واحد من البوزيتيف ايونز دول. لو انت عايز تقارن وتدخلهم في المقارنه انت بس بتضيع وقت اكتر، في الاخر هتوصل لنفس النتيجه، لانه والله احنا عارفين ان لما بنلوز، وبما ان هو جايب لي نفس الحاجات، انا طبعا مش بقول اي بوزيتيف ايون، هو مديني الاتوم ومديني الايون بتاعها والاتوم والايون بتاعها، يبقى معنى كده ان اكيد مش الاتوم، لان البوزيتيف ايون هو اكيد اصغر. وبالتالي خلينا نحكم او نقارن ما بين التيتانيوم بوزيتيف 3 والايرن بوزيتيف 3. اولا الناس دي عندها كام انرجي ليفل؟ لو انت وزعت هتلاقي ان هم عندهم 3 انرجي ليفلز بس، لان هو كان عنده 4 انرجي ليفل لما كان في الفور اس، فانت طيرت الفور اس فبالتالي بقى عنده اخره 3 دي. طب بطريقه تانية، لو انا وزعت الاقرب نوبل جاز للارجون، يعني نيون 10 اهوت 3 اس 2 3 بي 6 3 دي 2، انزل ب 3 دي 2 بقى، مفيش 4 اس، يعني معنى كده انه ما ظهرش الانرجي ليفل الرابع، انت كده عندك 3 انرجي ليفلز بس. وبالتالي التيتانيوم عنده 3 انرجي ليفل اهوت، والايرن هو كمان عنده 3 انرجي ليفل، لان ال 4 اس انت طيرتها حضرتك، فالراجل ده عنده 3 انرجي ليفل اونلي. ولكن احنا قلنا الاتنين عندهم نفس الانرجي ليفل، احنا عايزين الاصغر فيهم، فاللي عنده عيال اكتر تسحب، عنده بروتونز اكتر تشد الاوتر موست كده، تعمل له اتراكشن، يعني الاتوميك نمبر اعلى، يعني زد افكتيف اكبر، يبقى الراجل ده هو الاصغر في الاتوميك راديوس وهو الاصغر في
الاكبر في الزد افكتيف اللي هي الافكتيف نيوكلير تشارج، لان الراجل ده عنده 22 بس يسحبه، وده عنده 26 يسحبه. 22 واحد بيشدوا 3 انرجي ليفل، 26 واحد بيشدوا نفس الثلاثه. مين اللي هيشد اكتر؟ مين اللي هيبقى اصغر؟ مين اللي الزد افكتيف هتكون اعلى؟ وبالتالي احنا وصلنا للاجابه الصحيحه. طبعا معنى كده ان الناس دي عندها 4 انرجي ليفل، فهم بره المعادله اصلا عندهم 4 اس. ف 1 2 3 4 انرجي ليفل، ده عنده 4 انرجي ليفل. طبعا الاصغر بيبقى عنده انرجي ليفلز اقل، وبالتالي انت وصلت لنفس النتيجه. طيب ندخل بعد كده على السؤال نمبر 8. بيقول لك the atomic radius of fluorine is smaller than that of carbon 6 because. اولا انا بسيب السؤال خالص وبتاكد من نفسي ان هو فعلا اصغر منه. فانا ازاي بعرف ان هو اصغر منه؟ والله الفلورين 9 بنوزعه عادي فلاحين طالما هو اصغر من 20، وبالتالي الراجل ده عنده 9 بروتون بيسحبوا 2 انرجي ليفل. اما الراجل ده عنده اهوت 2 4، فالراجل ده عنده 6 اهوت بيسحبوا 2 انرجي ليفل، برضه نفس القصه. مين اللي هيبقى عنده اصغر اتوميك راديوس؟ اكيد اللي عنده اتوميك نمبر اكبر، لان الاثنين متساويين في عدد الانرجي ليفلز. وبالتالي بيقول لك هو ليه الاتوميك راديوس بقى بتاع الفلورين اكبر؟ اقول له والله عشان عنده اتوميك نمبر اكبر، عنده زد افكتيف اكبر، يعني كل اللي انت عايزه. ولكن خلينا نشوف الاجابات. بيقول لك the quantum number of the last electron of fluorine are smaller than those of carbon atom. والله لا. انت لو بصيت على الكوانتم نمبرز بتاعت الفلورين اهو، خلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. 1s2 طبعا هو 9، 1s2 2s2 2p5. اما الراجل ده 1s2 2s2 2p2 لان هو 6. طيب هو اللاست الكترون اصلا هنا واللاست الكترون هنا، خلينا نشوف. احنا محتاجين نقارن ما بين ال N وال L وال ML وال MS بالنسبة لللاست الكترون في الفلورين وفي الكربون، عشان نبقى متأكدين يعني من اجابتنا. طبعا هنا اللاست الكترون موجود في ال 2p اني واحد. خلينا نشوف الخامس ده اني واحد. ده الاولاني، ده التاني، ده التالت، ده الرابع، ده الخامس. الخامس هنا اهو موجود في الزيرو، لان هنا ده نيجاتيف 1 ده بوزيتيف 1 وباصص لتحت، يعني الراجل موجود هنا في ال 2p، يعني ال N ب 2 وال L ب 1، لان ال P ال L بتاعتها ب 1 وال ML ب 0 وال MS بنيجاتيف هاف. طيب هنا في الكربون هتلاقي والله اخر الكترون موجود هنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الاولاني ده التاني، يعني هنا في الزيرو، يعني ال N بتاعته ايكوال 2 وال L بتاعته ايكوال 1 وال ML بزيرو، بس ال MS بوزيتيف هاف. ماشي. فهو بيقول لك الكوانتم نمبرز اوف ذا لاست الكترون فلورين اتوم ار سمولر ذان ذوز اوف كربون. هو الاثنين نفس الحاجه، بس الفرق ان في واحد باصص لفوق وواحد باصص لتحت. طيب خلينا احنا لسه هنستبعد، انا لسه معرفش الاجابه دي صح ولا غلط، على حسب انا هشوف بي وسي ودي. The repulsion between the electrons of the completely filled p orbitals is stronger than that between the electrons of the half filled p orbital. يعني بيقول لك الاتوميك راديوس بتاع الفلورين اصغر من الكربون بسبب اصغر بسبب ان الريبالشن ما بين الالكترونز اوف كومبليتلي فيلد بي، يعني دول اهو هم مليانين على اخرهم، في ريبالشن بيحصل ما بينهم، فالريبالشن ده اقوى من الالكترونز الهاف فيلد. قلت له والله كلمة ريبالشن فين؟ كلمة ريبالشن دي معناها ان المفروض اتوميك راديوس اكبر، وسيادتك بتقول لي ان الفلورين اصغر. ازاي عايز تقنعني ان الريبالشن ده بما انه اكبر يبقى الفلورين اصغر؟ قلت يعني انت اصلا بتقول حاجتين عكس بعض. الريبالشن المفروض ان هو بيكبر الاتوميك راديوس، واحنا عارفين ان الفلورين الاتوميك راديوس صغير، وبالتالي مش ده السبب، وانا متاكد وابصم بالعشره. تمام. اصل انت بتقول لي ان هنا في ريبالشن وهنا مفيش ريبالشن، طب الريبالشن المفروض ان هو بيكبر مش بيصغر. طيب نمبر سي. The effective nuclear charge of fluorine is larger than carbon. قلت له والله بص انا مجاوبها اصلا من الاول فعلا، بسبب ان زد افكتيف بتاعته اكبر، عنده 9 يسحبه، ده عنده 6 بس، وبالتالي الزد افكتيف اللي هي شحنة النواة اللي هي عدد البروتونز اكبر. طيب بسبب ان الفلورين is heavier than carbon. قلت له انا ما اعرفش كلمة heavier ديت. اولا ملهاش علاقه بالاتوميك راديوس، هو فعلا هيفير عنه لانه عنده بروتونز اكتر، ففي الماس هيبقى اكبر من الماس بتاعت الكربون، ولكن ده ملوش علاقه بالاتوميك راديوس، واحنا اخترنا الاجابه الصحيحه، يبقى دي غلط. وايه برضو احنا قلنا الاتوميك نمبر او سوري الكوانتم نمبرز شبه بعضها. طيب وملهاش علاقه برضو. طيب اللهم صل على كامل النور.
which of the following relations is correct for the elements of the same period. طيب بما انه at the same period فبيقول لك الراديوس بتاعت الام بوزيتيف ايون اكبر من اكس نيجاتيف ايون. يعني انت واحد عمل لوز في نفس البيريود، نفس البيريود دي معناها ان الاثنين يعني ام واكس اللي انت بتكلمني عنهم دول عندهم نفس عدد الانرجي ليفل اهو، وده اكس سي مثلا ان هم في بيريود نمبر 3. فالام لما هيلوز يبقى الانرجي ليفل الاوتر موست بتاعه هيقل، تمام. اما الراجل ده لما يجين، هو اللي بيقول له اهو هيجين، فهيفضل نفس العدد ثابت، بس هو ايا يكن المهم ان الاوتر موست بتاعه هيبقى كومبليتلي فيلد وخلاص. فالام بوزيتيف لما يلوز هيبقى اصغر من الاكس نيجاتيف، مستحيل يكون اكبر. طب الراديوس بتاع الاكس نيجاتيف اكبر من الاكس اتوم، مظبوط والله، لان الاكس لما بتجين اي حاجه بتجين بتبقى اكبر لان انت بتزود الكترونز، ولما بتزود الكترونز الزد افكتيف بتقل. طيب ده كلام جميل. The radius of M positive equal X negative، طبعا قلنا لا، ولا equal ولا اكبر منه، ده هو اصغر منه. طب الراديوس بتاع الام بوزيتيف اكبر من الاتوم، انت لما بتلوز بتصغر مش بتكبر، وبالتالي دي غلط هي كمان. Which of the following ions has the largest atomic radius؟ طبعا الناس الشاطرة اللي حفظت جروب 1A وحفظت جروب 7A هتلاقي نتيجة تعبها دلوقتي. 1A اللي هو أولهم هيدروجين، ليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم، روبيديوم، سيزيوم. طب 7A أولنا الفلورين في البيريود نمبر 2 مش في البيريود نمبر 1، كلورين، برومين، أيودين. طيب الراجل بيسألني على اللارجست راديوس، يعني تحت خالص. مين اللي تحت خالص؟ انا شايف والله هو هنا بيتكلم على فلورين وليثيوم وايودين وروبيديوم، فانا كده كده هستبعد الليثيوم والفلورين، لان الليثيوم والفلورين دول فوق عندهم 2 انرجي ليفل لان هم في البيريود نمبر 2. ولكن انا هلتفت للروبيديوم والايودين اللي هو بيسألني عليهم، لان الروبيديوم هنا في البيريود نمبر كام؟ طبعا هنا ده في البيريود الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، يبقى دول في البيريود نمبر 5 والناس حفظت اللي احنا قلنا لهم عليه. فبالتالي الروبيديوم عنده 5 انرجي ليفل والايودين عنده 5 انرجي ليفل، فقلت لهم مع السلامه يا سيزيوم، مع السلامه مع السلامه. خلينا ابدا هنا، يلا نوزع. ادي الراجل اهو 1 2 3 4 5، ومتاكد ان الاوتر موست عنده 1 الكترون لانه في جروب 1 A. طب الايودين والله برضه نفس القصه، 1 2 3 4 5، ومتاكد ان الاوتر موست عنده 7 الكترونز لانه في جروب 7A. هو بقى بيسالكش على الايودين والروبيديوم، هو بيسالك على الايودين نيجاتيف والروبيديوم بوزيتيف. ايودين نيجاتيف هيفضل عنده نفس عدد الانرجي ليفل ولكن بتكبر بس الاتوميك راديوس. روبيديوم بوزيتيف معناه ان هو هيقل في الاتوميك راديوس، لان اولا هيقل في عدد الانرجي ليفل لانه هيلوز الاولاني ده، الاخراني قصدي الاوتر موست، وبالتالي الراجل ده بقى عنده 4 انرجي ليفل، ده بقى عنده لسه 5 زي ما هما بل وزاد كمان. وبالتالي اللارجست راديوس هو الايودين نيجاتيف مش الروبيديوم بوزيتيف. طيب بعد كده السؤال نمبر 11 بيقول لك if the atomic radius of rubidium is رقم بالبيكوميتر what would its ionic radius equal؟ فقمت قايل له والله الروبيديوم ده في جروب 1A وكان عنده 5 انرجي ليفل احنا لسه شايفينه، او ايا يكن عدد الانرجي ليفل بتاعه، المهم ان الراجل ده عنده 1 في الاوتر موست. المنظر ده هو بيقول لك انه هو الراديوس بتاعه 253 بيكوميتر. فبالنسبه للايونيك راديوس انت عارف ان الراجل ده في جروب 1 A يعني عنده 1 في الاوتر موست، يبقى ايونيك يبقى هيلوز مش هيجين، وبما ان هيلوز يبقى اصغر ولا اكبر في الاتوميك راديوس؟ هيصغر، يعني الايونيك راديوس هيبقى اصغر من الاتوميك راديوس، وبالتالي اي رقم اصغر من 253 هيبقى صح اللي هي دي. طبعا عايز اتاكد 253 ايكوال ليها غلط، اكبر منها اكبر منها غلط غلط غلط. بس كده ده سؤال سهل. طيب the ratio between the atomic size of the cation يعني positive ion and that of the anion يعني النيجاتيف ion is the greatest in يعني بيقول لك يا فندم الريشيو بتكون اكبر ما يمكن، اكبر ما يمكن atomic size of the cation and the anion is the greatest، يعني معنى كده ان الايون اكبر بكتير، البوزيتيف ايون اكبر بكتير من النيجاتيف ايون. هو اللي قال لي على فكره مش انا ما اعرفش، هو الراجل بيقول لي ان الكاتاين اكبر من الاناين، الريشيو بينهم كبيره، يبقى معنى كده ان الكاتاين على الاناين اكبر من الواحد بكتير، يبقى الكاتاين اكبر من الايون من النيجاتيف ايون. خلينا نشوف بقى الكاتاين اكبر من النيجاتيف ايون، الفرق اللي ما بينهم. يعني انا عايز ان البوزيتيف يبقى اكبر من النيجاتيف في الراديوس، البوزيتيف اكبر من النيجاتيف، البوزيتيف يكون اكبر من النيجاتيف، البوزيتيف يكون اكبر من النيجاتيف.
والله مش هتعرف تشتغل طول ما انت مش عارف جروب 1 ايه وجروب 7 ايه. شوف يا نهار ابيض، معظم المسائل معتمدة على القصة دي. جروب 1 ايه اولنا مين؟ اول واحد فيهم هو الهيدروجين، بعده الليثيوم، بعده الصوديوم، بوتاسيوم، روبيديوم، سيزيوم. طيب هنا اولنا الفلورين، بعدها الكلورين، بعدها البرومين، بعدها الايودين. طيب الراجل بيقول لك سيزيوم وبرومين. ادي السيزيوم اهو في البيريود نمبر 6، خلينا نغير الالوان. سيزيوم في البيريود نمبر 6 والبرومين في البيريود نمبر 4. فبالتالي ادي السيزيوم وادي البرومين ماشي. وبالنسبه للسيزيوم والكلورين، والله السيزيوم والكلورين الفرق ابعد. ماشي. طيب بوتاسيوم وبرومين، بوتاسيوم وبرومين لا مفيش فرق اصلا يعتبر، فرق ضئيل. بوتاسيوم وكلورين برضو فرق ضئيل، يبقى انا هستبعد الاتنين دول مبدئيا كده، لان الفرق ما بين السيزيوم والكلورين او السيزيوم والبرومين المسافه ابعد. واضح قوي ان ما بين السيزيوم والكلورين هيكون اكبر فرق. يعني اهو السيزيوم في البيريود نمبر 6، الكلورين في البيريود نمبر 3. ولو عايز تتاكد فالسيزيوم عنده 6 انرجي ليفل اهوت، 1 2 3 4 5 6، والكلورين عنده 3 انرجي ليفل لانه في البيريود نمبر 3. طيب الراجل ده احنا بنتكلم على السيزيوم كلورايد، ادي ده السيزيوم وادي الكلورين. السيزيوم كلورايد يعني السيزيوم هيعمل لوز لانرجي ليفل اهوت وعلى السلامه، لان الاوتر موست بتاعه هيطير، والكلورين هيعمل جين يعني هيفضل زي ما هو. يبقى الراجل ده هيبقى عنده 5 انرجي ليفل والراجل ده عنده 3 انرجي ليفل، يبقى الفرق ما بينهم تقريبا 2 انرجي ليفل. لكن ما بين السيزيوم والبرومين، السيزيوم هيقل واحد، البرومين هيفضل زي ما هو، يعني 5 و4. 5 و4 ولا 5 و3؟ لا 5 و3. يبقى بالتالي الفرق الأكبر ما بين السيزيوم والكلورين، وكانت واضحة أصلا من غير ما نشتغل. ندخل بعد كده على سؤال نمبر 13. Which of the following is correct graduation of the ionic radii of these ions؟ يعني الراجل بيسأل على الجرادويشن بتاع ionic radii، يعني مش الاتومز، الايونز. طيب والراجل بيقارن، انا شايف بعيني اهوت ان هو بيقارن ما بين الاكسجين نيجاتيف 2 والفلورايد، طبعا الاكسايد والفلورايد طالما نيجاتيف، او الاكسايد وفلورايد، والمغنيسيوم بوزيتيف 2. طيب جميل جدا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم كده نقارن ما بينهم بالنسبه للايونيك رادياي. والله احنا عندنا طريقه ثابته، الطريقه بتقول ان انا هشوف عندك كام انرجي ليفل. فالراجل ده اللي هو الاوكسجين هو 8، يعني 2 6 وعمل جين يبقى 2 8. خلاص يبقى هنا النيوكليوس جواها 8 بروتونز. خلاص هنا ده 9، يعني 9 بروتونز موجودين جوه النيوكليوس اللي بتسحب 2 انرجي ليفل برضه، وهو 2 8 نفس القصه. هنا المغنيسيوم بوزيتيف 2، المغنيسيوم اصلا كان 12، 2 8 2 وهنطير ال 2 فيبقى 2 8. والراجل ده او النيوكليوس دي عندها 12. حلو قوي، يعني احنا بنقارن ما بين الثلاثه عندهم 2 انرجي ليفل. مين اللي هيسحب اكتر؟ اللي عنده 12 بروتون. انا ماليش دعوه بعدد الالكترونز نهائي، انا بتكلم على البروتونز اللي هي النيوكليوس، قوه النيوكليوس اللي بتسحب. يبقى هنا ده عنده نيوكليوس او الاتوميك راديوس بتاعه صغير، هنا ده عنده 9 بيسحبوا مش 12، هنا ده عنده 8 بيسحبوا، يبقى اضعف في السحب، يبقى اكبر في الاتوميك راديوس. يبقى بالتالي لو انت عايز تقارن بين الاتوميك راديوس او الايونيك راديوس بقى هنا، يبقى الاكسايد هو اكبر واحد، بعده الفلورايد، بعده المغنيسيوم، تبقى الاجابه الصحيحه ايه. طيب ندخل بعد كده على السؤال اللي بعده. بيقول لك يا جميل the element whose electronic configuration end with 5s2، فقمت قايل له استنى، 5s2 كان قبلها النوبل جاز الرابع. مين النوبل جاز الرابع؟ هيليوم نيون ارجون كريبتون 36. كده انا قدرت اعرف مين الاليمنت بالنسبه لي، ده الاتوميك نمبر 38. بيقول لك اتس ايون هاز سمولر بس استنى، الراجل ده في جروب 2A، لان الراجل ده اهوت عنده اخره الاس 2، يبقى الراجل ده في 2A عنده 2 في الاوتر موست، يعني الايون بتاعه هيلوز 2، هيلوز ها. وبما انه هيلوز هنتكلم مثلا ان الايون الاتوم دي اسمها اكس، فيبقى اكيد اكس بوزيتيف 2 هيبقى اكبر ولا اصغر؟ هتقول لي عيب يا دكتور عيب الكلام اللي انت بتقوله ده، اكيد الايون اصغر من الاتوم لانه عمل لوز، وبالتالي its ion has smaller radius than that of its atom. كلام سليم. its ion has larger radius غلط. its atom has smaller radius than that of its positive ion. اكيد لا، الاتوم اكبر في الاتوميك راديوس. طيب its atom has smaller radius than that of the atom of the element which precede it in the same group. يعني ده الاتوم ديت الاتوميك راديوس بتاعها اصغر من
الاتوم ذات اوف اتوم يعني هنسميها اتوم واي ذات اوف ذا element ذات بريسيد ات يعني التي تسبق اكس ان ذا سيم جروب يعني يسبقها في نفس الجروب اكس كده المفروض انها اصغر في الاتوميك راديوس. طبعا غلط 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 تماما، احنا عارفين واحنا نازلين من فوق لتحت الاتوميك راديوس بيزيد، يبقى اكس المفروض عندها راديوس اكبر من الاتوم اللي قبلها في نفس الجروب، وبالتالي الاجابه الصحيحه هتكون ايه. وتخيل كده يا صديق، بيقول لك ان المسائل بتاعت اتوميك راديوس خلصت، ده كتاب المعاصر. احنا بالنسبه لنا احنا حلينا بتاع 50 سؤال على اتوميك راديوس في ساعه كامله. يعني الحمد لله، قول الحمد لله، احنا بنحل كتير جدا وبنعمل مجهود ابن لذينه في الهوم ورك بتاعنا. كتاب المعاصر ده كده ايه، نقزقز بيه اسناننا ولا نسلك بيه اسناننا علشان نعرف افكار اكتر مش اكتر. ولكن اظن يعني الهوم ورك التاني كان فيه كل الافكار. طيب which of the... نبدا بقى في مسائل ionization potential. بيقول لك which of the following equations represent the second ionization potential of element M. قلت له second ionization potential يعني الانرجي اللي هتطير الالكترون الثاني رقم 2. يعني المفروض ان شاء الله بعد الانرجي دي هتحول الام، هتخلي الام ده اكيد كان ام بوزيتيف، اديته انا انرجي فخرج كمان الكترون وبقى ام بوزيتيف 2 كده، انا خرجت التاني لان هو كان خرج منه واحد. ادور انا بقى على الكلام ده، واكيد ام بوزيتيف كانت جاز وكانت سنجل. تمام. طبعا هو هنا بيقول لي ام بقت ام بوزيتيف، ده كده الفيرست مش السكند، غلط مع السلامه. طيب ام بوزيتيف بقت ام بوزيتيف 2، والله كلام سليم. ام نيجاتيف بقت ام نيجاتيف 2، طبعا ايونايزيشن بيبقى بوزيتيف يعني بيلوز. ام بوزيتيف اديتها الكترون، طبعا دي مش ايونايزيشن بوتنشال، يبقى الاجابه الصحيحه بي. طيب سؤال نمبر 16 بيقول لك This table shows the first 3 ionization potential of magnesium. طبعا انا عارف ان المغنيسيوم لو جيت وزعته مغنيسيوم 12 اهوت من غير ما ابص في الجدول يعني 2 و 2، فالاولاني سهل، الثاني سهل، الثالث صعب يخرج جدا، صعب جدا لانك هتكسر completely filled energy level. فبيقول لك what is the amount of energy required to obtain magnesium ion علشان تعمل magnesium ion which has the same electronic configuration of the nearest noble gas. اقرب نوبل جاز عايزين نوصل له، معناها ان احنا عايزين نلوز 2 بس، فالاوتر موست بتاعه يبقى 8 يعني هيبقى زي النيون. يبقى بالتالي اني انرجي في دول اللي محتاجينها علشان نطير التاني، الفيرست ولا السكند ولا الثيرد ايونايزيشن بوتنشال؟ الاولاني هيطير واحد الكترون واحد، ولكن انا مش عايزه يطير الكترون واحد، انا عايز يطير 2، يبقى معنى كده ان انت محتاج 1451 اللي هو التاني. تمام. ولكن بص الراجل المحترم بيقول لك ايه which is the amount of energy required to obtain magnesium ion which has the same electronic configuration. فلو سمحت اوعى تقول لي السكند اونلي، يعني انا محتاج 1451 بس، لا انت محتاج 1451 ده لو هتخرج الكترون واحد، ده لو انت كان معاك مغنيسيوم بوزيتيف، ولكن اللي معاك هو مغنيسيوم اتوم. يعني ايه مغنيسيوم اتوم؟ يعني انت معاك مغنيسيوم اهي، هات لي بقى حولها لي كده للمغنيسيوم بوزيتيف 2، يبقى هتحتاج كام انرجي؟ هحتاج 2، اول واحده علشان اخرج الاولاني وتاني واحده عشان اخرج التاني، يبقى انا محتاج التوتال بتاع الفيرست والسكند علشان اطير 2 يبقى شبه النوبل جاز الالكترون كونفيجريشن، يبقى شبه اقرب نوبل جاز. وبالتالي انا هجمع الاثنين مع بعض اهوت 738 بلس ايه ده 738 بلس 1451 equal 2189 اللي هي الإجابة الصحيحة بي. أتمنى تكونوا فهمتوا السؤال ده. طيب ندخل بعد كده على السؤال نمبر 17. بيقول لك in the opposite table how can the change in the second ionization potential be explained. طبعا التاني هنا في الصوديوم كان very high. ليه very high؟ لأن الصوديوم والله 281 لأنه 11، صوديوم 11 281. الأولاني سهل، التاني صعب جدا لأنك هتكسر completely filled energy level. أما المغنيسيوم مش كبير، التاني مش كبير لأنه والله التاني ده أنت هتخرج فيه الفالنس إلكترون فهيوصل لحالة استقرار اللي هي الأوتر موست بتاعه يكون completely filled. فبيقول لك the two lost electron of sodium atom are from different energy levels. والله كلام صح، الأولاني من الانرجي ليفل التالت، التاني من الانرجي ليفل التاني. while in magnesium they are from the same energy level. والله كلام سليم. طيب بصيت على بي، بيقول لك electronegativity of sodium is lower than that of magnesium. واحدة واحدة.
انت بتقارن لي حسب الالكترونيجاتيفيتي، وقلت لك انا هشوف الاتوميك راديوس الاول بيقول ايه. الاتوميك راديوس بتاعك اكبر يبقى الكترونيجاتيفيتي اقل اصغر، وبالتالي انت بتقول لي الالكترونيجاتيفيتي بتاعت الصوديوم از لور ذان المغنيسيوم. كلام سليم، بس ايه علاقه الالكترونيجاتيفيتي بالايونايزيشن بوتنشال؟ انا دلوقتي مش عارف اسحب الكترون في الالكترونيجاتيفيتي، ملهاش علاقه بان انا السكند ايونايزيشن انرجي بتاعي عالي. السكند ايونايزيشن انرجي عالي علشان انا بكسر كومبليتلي فيلد انرجي ليفل، يبقى مش ده السبب. طيب اهو losing an electron from magnesium atom cause the other electron to rebel with magnesium cation. يعني بيقول لك الله حلوه الاجابه دي، بس هي طبعا ملهاش علاقه، بس خليني اشرحها لك. يعني بيقول لك ان انت لما بتفقد الكترون من المغنيسيوم 282 اهو، خرج انت واحد الكترون من هنا اهوت، فلما خرجته كده انت مبقاش عندك 2، انت بقى عندك 1. هل بيقول لك بقى ان انت لما بتلوز الكترون من المغنيسيوم اتوم، طيرنا الكترون من المغنيسيوم اتوم، بيخلي الالكترون التاني اللي هو ده يريبل ويز مغنيسيوم كاتاين؟ ما هو ده كده بقى كاتاين لما عمل لوز، فالالكترون ده المفروض يعني ان هو بيعمل ريبالشن مع الكاتاين. انا مش فاهم بصراحه، ده طبعا دي ملهاش علاقه باي حاجه في الدنيا، ده عمرها ما بتحصل، وتحس كده ان هو اي هبل في الجبل. وبالتالي طبعا دي غلط، ملهاش علاقه خالص بالايونيزيشن بوتنشال بتاع الصوديوم عالي والمغنيسيوم قليل. losing an الكترون من الصوديوم اتوم cause the half filling of 2p sub level. طبعا غلط، طبعا غلط. ليه يا فندم؟ تعالى نشوف كده الصوديوم. الصوديوم طبعا انت عارف ان هو في جروب 1 ايه، يعني اخر الكترون عنده كان في الاس، في الاس 1. ادي الصوديوم اهو، صوديوم 11 لو وزعناها تقول لي نيون 10 3 اس 1 اهو، 3 اس 1. فبيقول لك ان انت لما تفقد الكترون من هنا هيخلي ال 2 بي هاف فيلد. يعني هو ال 2 بي اصلا، ال 2 بي اللي هو هنا اهو 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6، انت لما تلوز الكترون من هنا من ال 3 اس 1 هيخلي ال 2 بي هاف فيلد؟ فطبعا لا، ملهاش علاقه ابدا. يبقى الاجابه الصحيحه ايه، بس كده. طيب بعد كده السؤال نمبر 18. The second ionization potential is much higher. كلمة much higher معناها ان انا اكيد هكسر completely filled energy level هنا في السكند. ده الكلام ده احنا قلناه طبعا في الشرح. لما يقول لي much higher معناه ان انا هكسر completely filled energy level. فبيقول لك التاني اصعب بكتير من الاولاني in any atom. طبعا بما ان التاني صعب والاول كان سهل، يبقى الراجل ده كان عنده الكترون واحد بس في الاوتر موست. مثلا بنتكلم عن الصوديوم اهو، فوالله انت لما تشيل واحد من الاوتر موست ده سهل، التاني از ماتش هاير ذان الاولاني. يبقى انت بتتكلم على اي حد في جروب 1 ايه عموما، يعني اي حد عنده 1 في الاوتر موست. هل النيون مش في جروب 1 ايه، الاولاني اصلا هو اللي صعب مش التاني. هل البوتاسيوم؟ ايوه البوتاسيوم في جروب 1 ايه علشان عنده 1 في الاوتر موست، ف 2 8 8 1 اهو، يبقى دي رايت تشويس. مغنيسيوم لا، التاني سهل مش ماتش هاير على فكره، هو التاني هاير ذان الاولاني، يعني السكند هاير ذان الاولاني، لكن كلمه ماتش ديت خلتني قلت لا انا مش عايز هاير بس، انا عايز ماتش هاير، يبقى هكسر كومبليتلي فيلد انرجي ليفل. يبقى المغنيسيوم لا، الالومنيوم برضه لا، لان الالومنيوم 283 التاني مش هنكسر فيه كومبليتلي فيلد انرجي ليفل، وبالتالي الاجابه الصحيحه بي. if the ionization potential of hydrogen equal كذا، وطالما ما قاليش الاولاني ولا التاني ولا التالت يبقى يقصد الاولاني، يبقى هو كده يقصد the first ionization potential of hydrogen. كده الهيدروجين ما عندوش الا الكترون واحد بس. it's most likely that the second ionization potential of helium equal. الله. بص يا سيدي، الهيدروجين 1، انت علشان تلوز 1 الكترون من هنا هتحتاج تديله 1312 جنيه مثلا يعني. طيب بص كده بقى على الهيليوم عشان تفهم قصده هنا. بيقول لك السكند بتاع الهيليوم، اولا هو الهيليوم السكند بتاعها يعني هو كان عند طياره واحد الكترون اهو، طير الكترون ده السكند اللي هنطير فيه الالكترون ده، فهو يقصد اهو احنا طيرنا كان الكترون واحد طيرناه ب 1312، فده الكترون واحد نطيره برضه ب 1312. قلت له لا، هو ده عنده واحد بس بيسحب الالكترون ده، اما هنا عندك اتنين بيسحبوه، وبالتالي انت محتاج هاير انرجي علشان تطير الالكترون ده. اصل الاتوميك راديوس هنا كبير، هي الاتوميك راديوس اصغر، يبقى علشان تسحب الالكترون ده دخول الحمام ازاي يخرجوا ولا مش عارف، مش يعني المهم انه اكبر وخلاص. تمام، الواحد عيال مش عارف يطلع نكته حلوه. المهم يا سيدي، يبقى انا عايز فلوس اكتر من 1312، هل دي ولا دي ولا دي ولا دي اهي، بس كده. طيب سؤال نمبر 20. which of the following equation is incorrect؟ الصوديوم
لما ياخد الكترون بيتحول لصوديوم بوزيتيف، طبعا مع السلامة، هو بيبقى صوديوم نيجاتيف، انت كده بتخليه جين. طب المغنيسيوم لما تديها انرجي تتحول تبقى مغنيسيوم بوزيتيف 2 وتطلع 2 الكترون، ممكن. طيب الصوديوم بوزيتيف تديها الكترون تتحول تبقى صوديوم اتوم وتطلع انرجي، يعني هي بتطلع انرجي لما تاخد الكترون، ولا ال H2 لما تديها انرجي يديك 2 H بوزيتيف بلس 2 الكترون. طيب انا شايف والله ان التلاتة دول صح، ودي الوحيدة اللي غلط، وهو عايز الانكوريكت، يبقى الاجابة الصحيحة ايه؟ طب معلش، تاني واحدة واحدة. احنا قلنا الصوديوم لما ياخد الكترون هيبقى جين، يبقى المفروض صوديوم نيجاتيف، يبقى دي غلط اهي، بنتفق تاني ان دي غلط. المغنيسيوم لو اديتها انرجي فالمغنيسيوم هتلوز بقى كام الكترون على حسب الانرجي اللي انت اديتها لها. لو انت اديتها انرجي كافيه انها تخرج 2 الكترون فهو هيبقى مغنيسيوم بوزيتيف 2، يعني دي ايكويجن سليمه. الصوديوم بوزيتيف لما يجين الكترون هياخد الكترون بيخرج انرجي، وطبعا الصوديوم بوزيتيف لما يعني كان عامل لوز ل1 اديته ل1 فرجع صوديوم اتوم تاني وخرج انرجي زي الكترون افينيتي، هذه الكترون افينيتي، والله ده كلام سليم. طيب H2 لما تديها انرجي يعني 2 هيدروجين اتوم اديتهم انرجي فكل واحده خرجت الكترون، يعني خرجت 2 الكترون وبقى عندي 2 هيدروجين كل واحده فيهم بوزيتيف، ده كلام سليم برضو. يعني دلوقتي الانكوريكت بالنسبه لي هي ايه؟ طيب خلينا ندخل على اللي بعده. 21. The first and second ionization potential of element X which is located in group 2A in the modern periodic table are represented as follow. طيب الاكس لو عمل لوز لاول الكترون طلع او احتاج الانرجي دي، لما عمل لوز للتاني احتاج الانرجي دي. What is the probable value of the third ionization؟ طبعا الراجل ده في جروب 2A يعني عنده 2 في الاوتر موست، ايا يكن عدد الانرجي بتاعه، فالتالت اكيد صعب قوي لان انت هتكسر فيه كومبليتلي فيلد انرجي ليفل. يعني الفرق ما بين الانرجي السكند اهو، ده السكند اهو، الفرق ما بين السكند والثيرد هيبقى عالي جدا. هو السكند از هاير ذان الفيرست، ولكن الثيرد هيبقى اعلى بكتير، ماتش هاير ذان سكند، يبقى عايز رقم اعلى من ال 1145 بكتير. فطبعا ده رقم اقل، ده رقم اعلى بس مش بكتير، ده رقم اعلى بس مش بكتير، اعلى رقم هو اللي هختاره، بس كده. هتقول لي يا دكتور طب انا اختار بالوايم يعني ولا اختار ازاي؟ لا حبيب قلبي، بص الفرق ما بين دي ودي، الفرق ما بينهم قد ايه؟ خلينا نشوف كده الكالكوليتر ايه اخبارها. ماشي، الرقم اللي تحت ده ماينس الرقم اللي فوق، طلع معايا الرقم ده، يبقى انا محتاج لو انا زودت الفرق ده كده الفرق ما بين التاني والاولاني، لو انا عايز اعرف الفرق ما بين التاني والتالت هو اكيد هيبقى رقم اكبر من ده. يعني لو زودت الرقم ده على السكند ايونيزيشن بوتنشال عشان تبقى فاهم قصدي، تاني هو كان الرقم ده تقريبا هزوده على السكند اهوت، طلع معايا 1700، فانا محتاج رقم اعلى من ال 1700 بكتير جدا، لان اكيد بما ان الفرق ما بيني وما بينك 555، فالفرق ما بين التاني والتالت هو ماتش هاير ذان الرقم ده، يعني بالالاف، يعني مش 1000 ولا 2000، لا اكتر من كده بكتير. المهم ان انت فهمت الفكرة اللي هي الاجابة دي، خلاص. طيب خلينا ندخل على السؤال نمبر 22. Which of the following has higher value in lithium than in potassium؟ يعني أنا عايز حاجة عند الليثيوم تكون أعلى من البوتاسيوم. أولا هو الليثيوم 3 والبوتاسيوم الاتنين موجودين في جروب 1 A، طبعا ما بينهم بيبقى الصوديوم، تمام. طيب الليثيوم اتوميك راديوس كده، بوتاسيوم اتوميك راديوس كده، يبقى معنى كده ان انا الليثيوم هو اقل في الاتوميك راديوس، يبقى معنى كده انه اعلى في الايونايزيشن انرجي وفي الالكترون افينيتي وفي الالكترونيجاتيفيتي وفي الزي افكت، اعلى في الزي افكتيف. لو انت عايز تعرف يعني الليثيوم عنده ايه اعلى من البوتاسيوم، بس كده. فيبقى اعلى في الفيرست ايونايزيشن بوتنشال، ايوه. اعلى في الاتوميك راديوس، غلط. اعلى في الاتوميك نمبر، برضه غلط. ده 3 وده 19. اعلى في الايونيك راديوس، برضه لا. الراجل ده لما يلوز هو كان عنده 4 انرجي ليفل، لما يلوز هيبقى عنده 3، ده لما يلوز هيبقى عنده 1، وبالتالي برضه غلط. يعني الاجابه الصحيحه ايه؟ كده خلصنا اسئله الايونيزيشن انرجي اللي هي ما اظنش انها كافيه تماما من كتاب المعاصر. الهوم ورك بتاعنا فيه اسئله كتيره جدا على الايونيزيشن بوتنشال علشان تهضم الجزء ده كويس.
طيب السؤال نمبر 23 بيقول لك all the following elements have positive electron affinity value except. اولا الالكترون افينيتي انا معلومتي عنها ان الدلتا اتش بتكون بالنيجاتيف، يعني المفروض ان هو بيطلع انرجي لما بياخد الكترون. يعني انت تبقى اتوم اكس اهي تديها الكترون فتخرج هي انرجي، تخرج انرجي، ولكن في حالته هنا هو بيقول لك اكس هتديها الكترون وكمان هتديها انرجي علشان تقدر ترضى تاخد الالكترون. معنى كده ان اكس دي مش عايزه تاخد الالكترون، انا مش عايزاه. فهو بيقول لك كلهم مش عايزين ياخدوا الكترون ما عدا. طيب صلى على النبي، هل النيون عايز ياخد الكترون ولا لا؟ لا ده نوبل جاز مش عايز، يبقى هو ده حابب مش الدلتا اتش بتاعته بوزيتيف، ولكن انا عايز الاكسبشن. طيب البريليوم والمغنيسيوم، اولا البريليوم طبعا انت الناس اللي ذاكرت المحاضره واتشكت وقعدت تكتب نوتس هي بالنسبه لها بريليوم والمغنيسيوم دول محفوظين، ان الراجل ده في ستابيليتي ستيت اهوت اس 2، والراجل ده مش عايز ابدا ان هو يجين. يعني البريليوم عنده بوزيتيف الكترون افينيتي فاليو، وبالتالي مش هو ده الاكسبشن اللي احنا عايزينه. المغنيسيوم برضو نيون 10، طبعا المغنيسيوم هو 12 اهو، نيون 10 3 اس 2. ايه ده 2 اهو اس 2 يعني ستابيليتي ستيت، يعني مش عايز يجين، يعني برضه عنده بوزيتيف الكترون افينيتي، يبقى مش ده الاكسبشن اللي احنا عايزينه. ولكن الكلورين والله لو وزعته فلاحين 287 اهوت عايز يجين الكترون علشان هيوصل يبقى الاوتر موست بتاعه كومبليتلي فيلد. وعموما اي حد في جروب 7A هو اعلى الكترون افينيتي، يبقى هو ده اللي الدلتا اتش بتاعته نيجاتيف، يعني هيخرج انرجي لما يجين الكترون. ولو عايز توزعه بالطريقه العاديه اهي نيون 10 3s2 3p5 اهو، دي مش استابيليتي ستيت، ده بالعكس عايز ياخد واحد عشان يبقى 3p6 اعلى استابيليتي ستيت في الدنيا. طيب which of the following equation represents the electroaffinity of fluorine؟ اولا هو الفلورين عايز يجين ولا مش عايز؟ الفلورين والله في جروب 7A يعني نفسه يجين، ده الاوتر موست بتاعه اهوت، ده كده الفلورين 9 اهوت 27 يعني نفسه يجين، يعني الدلتا اتش بتاعته نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ لا والله ده نيجاتيف، ده عايز يجين فهيخرج انرجي، يبقى اي حاجه الدلتا اتش بتاعتها بوزيتيف هقول له مستحيل ده يكون الفلورين، ده الفلورين يدفع اي فلوس علشان يجين. طيب هنا الفلورين بيتحول ليبقى فلورين نيجاتيف ويخسر الكترون، يعني هو خسر الكترون ويتحول يبقى نيجاتيف، ولا اديله الكترون يجين الكترون اهوت فيخرج انرجي ويبقى نيجاتيف؟ هي دي الرايت تشويس. تمام، سؤالين اسهل ما يمكن، مش فاهم ازاي الكترو افيت على سؤالين بس تمام. طيب سؤال 25 اول سؤال في الالكترونيجاتيفيتي بيقول لك which of the following elements has the highest electronegativity compared to other elements in the periodic table؟ اعلى الكترونيجاتيفيتي يعني اصغر اتوميك راديوس، ما هو عكس الاتوميك راديوس بالظبط، كل ما اتوميك راديوس يكون صغير قوي يقدر ياتراكت الالكترون ناحيته اكتر. وبالتالي بما اني شفت الفلورين انا مش محتاج ان انا ادور على حاجه، ما هو الفلورين اصغر اتوميك راديوس في بريدكت تيبل، اعلى الكترونيجاتيفيتي في بريدكت تيبل، دي محفوظه. طيب increasing the distance between last electron and the nucleus in an atom، يعني دي النيوكليوس اهيت وده اللاست الكترون، يعني المسافه هتكون بعيده، معنى كده ان الزد افكتيف اهيت هتكون قليله جدا، يعني اتوميك راديوس كبير قوي. طيب lead to increase the electroaffinity، والله بقول لك اتوميك راديوس عالي، يعني معنى كده اقل ايونايزيشن انرجي، اقل الكترون افينيتي. الراجل ده مش عايز يجين اصلا، ده هو مش مسيطر، بيقول لك المسافه بعيده ما بين نيوكليوس واخر الكترون. the ease of losing this electron، ايوه ايونايزيشن انرجي قليله، باقل انرجي باقل مجهود يلوز الالكترون البعيد ده. طب increasing the attraction between the electron and the nucleus، يعني الالكترون ده يزيد الاتراكشن ما بينه وما بينه لما بنزود الديستانس، طبعا غلط. increase الالكترونيجاتيفيتي، لا هتقل الالكترونيجاتيفيتي لان الاتوميك راديوس زاد. طيب halogens are characterized يعني جروب 7A by all the following except. طيب 7A عندهم هاي الكترونيجاتيفيتي، مظبوط والله، اصل 7A اصغر اتوميك راديوس وبالتالي اعلى ايونايزيشن انرجي، اعلى الكترونيجاتيفيتي، اعلى الكترو افينيتي. بس هو عايز اكسبت سمول اتوميك راديوس، ايوه سمول اتوميك راديوس. هاي ايونايزيشن انرجي، ايوه والله فعلا لما الاتوميك راديوس يكون قليل يبقى الايونايزيشن انرجي عاليه والالكترونيجاتيفيتي عاليه.
بوزيتيف الكترون افينيتي فاليو غلط. بوزيتيف ده معناها مش عايز يجين، ولكن 7 ايه ده هم اصلا اكتر ناس عايزه تجين، لان الاتوميك راديوس صغير جدا فنفسهم يجينوا، وكمان علشان هيوصلوا لحاله استابيليتي. اصل الاوتر موست بتاعهم عندهم 7، فلما يجين الكترون هيبقى 8، يعني هيبقى شبه النوبل جاز، يعني اوتر موست كومبليتلي فيلد، يعني نفسهم يوصلوا لده. فده الاكسبشن. طيب 28. What is the property which decrease in the same period؟ وانت ماشي من الشمال لليمين كده في صفة قاعدة عمالة بتقل. والله الاتوميك راديوس هو الحاجة الوحيدة اللي احنا ماشيين من الشمال لليمين بتقل. with increasing the atomic number. انا اخترتها على طول. اصل الاتوميك راديوس بيقل وكله بيزيد. الكترونيجاتيفيتي ايونيزيشن بوتنشال الكترو افينيتي. طيب in the third period اللي هي اولها الصوديوم واخرها الكلورين اهي، احنا حافظينها يا باشا بقى خلاص. احنا بالنسبه لنا الكلام ده بقى بيس اوف كيك. both the atomic number and the atomic size increase. والله وانت ماشي من الشمال لليمين atomic radius بيقل، atomic size بيقل مش بيزيد. غلط. atomic number بيزيد، ايوه ما هو 11 بقى 17. and the electronegativity increase. لا بص انا هريحك خالص. وانت ماشي من الشمال لليمين atomic radius بيصغر والباقي كله بيزيد، فيبقى الالكترونيجاتيفيتي بتقل. تمام. سوري انا اسف، الالكترونيجاتيفيتي بتزيد فعلا اهو. يبقى ايونايزيشن انرجي، وكمان الكترون افينيتي، وكمان الكترونيجاتيفيتي، كل ده بيزيد. يعني الاجابه دي صح، الاتوميك نمبر بيزيد والالكترونيجاتيفيتي بتزيد. كلام سليم. طيب the electronegativity and the atomic size increase. لا الاتوميك سايز بيديكريز. طيب the atomic size increase غلط. مع السلامه. طيب نمبر 30. In the same period, the element which gain electrons during the chemical reaction is characterized by. أولا كلمة element بيجين إلكترون معناه إنه نون ميتال، يعني الأتوميك راديوس بتاعه صغير فعلا. اللي هم الناس اللي على اليمين ديت، الناس اللي على اليمين دي أهو بيحبوا يجين، فبالتالي هم عندهم أتوميك راديوس صغير والكترونيجاتيفيتي الكترون افينيتي ايونيزيشن بوتنشال عاليه. يبقى سمولر ايونيك سايز ذان اتوميك سايز. والله هو الناس دي لو افترضنا ان احنا بنتكلم على الكلورين مثلا، ما الكلورين ده بيجين، فالكلورايد اكبر من الكلورين، يعني الايونيك سايز اكبر مش اصغر. طيب هاير الكترونيجاتيفيتي، ايوه لان اتوميك راديوس صغير، اتوميك راديوس اهو، اتوميك راديوس صغير يبقى الكترونيجاتيفيتي عاليه. طيب لارجر اتوميك راديوس، لا اتوميك راديوس صغير. لور فيرست ايونيزيشن بوتنشال، لا ايونيزيشن بوتنشال عاليه، لان الاتوميك راديوس صغير صعب بتفقد منه الكترون، فالايونيزيشن بوتنشال الانرجي اللي محتاجها عشان تفقد الكترون بتكون عاليه. طيب 31. which of the following choices represent the proper graduation in electronegativity؟ اولا electronegativity هي عكس الاتوميك راديوس، فهو الراجل بيقارن ما بين الاربعه دول. قلت له بس انا هقارن في الاتوميك راديوس واعكس. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي بتقارن ما بين الكربون 6 والنيتروجين 7 والسيليكون 14 اهوت والفوسفورس 15. فانا هوزع انرجي ليفلز عادي اهو 2 4 2 5 284 285. طيب دي عندها 15 واحد بيشدوا، 14 واحد بيشدوا، 7 بيشدوا، 6 بيشدوا. اللي عنده اقل عدد بيشد يبقى اتوميك راديوس كبير. دي اتوميك راديوس اصغر. تمام. طيب طبعا السيليكون ده عنده 3 انرجي ليفل، ده 3 انرجي ليفل يعني اكبر في الاتوميك راديوس من الاثنين دول، فده عنده 14 واحد يشد اهوت. ده عنده 15 واحد يشد يعني اكتر، يعني اصغر في الاتوميك راديوس منه. يبقى معنى كده الترتيب اكبر واحد في الاتوميك راديوس هو السيليكون. ده الترتيب حسب الاتوميك راديوس اهو. اكبر واحد هو السيليكون، عنده انرجي ليفلز كتير وعدد عيال اقل يشد. تمام. يبقى ده اكبر اتوميك راديوس. بعده الفوسفورس عنده 3 انرجي ليفل وعدد اكتر يشد. بعده الكربون اهوت، وبعده النيتروجين. بس كده، ده الترتيب حسب اتوميك راديوس. يبقى حسب الالكترونيجاتيفيتي اعكس، نيتروجين اكبر من الكربون، اكبر من الفوسفورس، اكبر من السيليكون، لان ده اصغر اتوميك راديوس، ده اكبر منه، ده اكبر منه، ده اكبر خالص. يبقى النيتروجين اهوت، بعده الكربون، بعده الفوسفورس، بعده السيليكون. الاجابه الصحيحه بي. طيب 32 بيقول لك the following table shows the values of the atomic radii of 4 element located in the same group، يعني تحت بعض. طيب انا هرتبهم لك واحده واحده. اصغر واحد في الاتوميك راديوس هو اللي فوق، واللي بعده اكبر منه اهوت، واللي بعده مين؟ بي اهوت، واللي بعده دي. اصل احنا نازلين من فوق لتحت اتوميك راديوس بيزيد، ما احنا عارفين بقى.
فبيقول لك which of the following choices is correct. الالكترونيجاتيفيتي بتاعت A is lower than ذات B. قلت له بس انت هتقعد تلخبطني وانا عارف الاجابه، واحنا نازلين من فوق لتحت اتوميك راديوس بيزيد، يبقى الكترون افينيتي وايونايزيشن انرجي والكترونيجاتيفيتي كلهم بيقلوا. بس كده. فانت تقول لي الكترونيجاتيفيتي بتاعت A اقل من B، لا هو المفروض اعلى منه لانه انت نازل بتقل، يعني B اقل في الالكترون نيجاتيفيتي، يبقى ايه اكبر. غلط، مع السلامه، لان انت كمان البي الاتوميك راديوس بتاعه اكبر، فازاي الاتوميك راديوس اكبر يقدر يشد اكتر. طيب الالكترون نيجاتيفيتي بتاع الدي اعلى من سي، الدي الاتوميك راديوس بتاعه كبير اكبر من سي، لا هو احنا نازلين الالكترون نيجاتيفيتي بتقل، يعني سي عنده اعلى الكترون نيجاتيفيتي مش دي. طب الايونايزيشن بتاع سي از لور، لا هو اعلى واحد، اعلى واحد في الايونايزيشن انرجي اصلا، مع السلامه لان اتوميك راديوس صغير. طب الايونايزيشن بوتنشال بتاع بي اعلى من دي، الايونايزيشن بتاع بي اعلى من دي، ايوه فعلا لان اتوميك راديوس اصغر، يبقى صعب ان انا الوز منه اكتر من دي، دي اسهل، يبقى بالتالي الاجابه دي صح. بس كده. طيب ندخل على السؤال اللي بعده. ايسي. طيب خلاص ندخل على الهاي ليفل بقى. طيب نبدا بسم الله الرحمن الرحيم في اول سؤال في الهاير كويشن. بيقول لك the ratio between الاتوميك radius of an element of group 1A، اللي هو اكيد الاتوميك radius بتاعته تكون كبير، and the ionic radius of the ion of the same element. طب جميل قوي، انا هتكلم عن الصوديوم مثلا كمثال على واحد من جروب 1A، الاتوميك radius بتاعه ايا يكن الرقم، وادي الايونيك radius بتاعه هو اكيد هيبقى 28 بس، هنا 281. يعني معنى كده ان انا لو انا عايز اعمل ريشيو، فالقيمه اللي فوق اللي هي الاتوم اهيت الاتوميك راديوس، وهنا الايونيك راديوس اكيد اقل لان لما بنلوز بيبقى اصغر. فبيقول لك maybe 1 to 0.85 ولا 1 to 0.088 ولا 1 to 1 ولا 1 to 1.33. طيب يا شباب، علشان السؤال ده يعني احنا فضلنا محتارين فيه حبة، طلع ان للاسف الترجمة بتاعت الانجليزي مش مترجمة صح. كان المفروض ان هم يبدلوا الرقم ده بالرقم ده، والرقم ده بالرقم ده، والرقم ده بالرقم ده، الترتيب بس بتاع الارقام هو اللي غلط. فيبقى دي 0.8521 هنا 0.08821 هنا 1.3321. انا جبت فيديو عربي مخصوص علشان اشوف النقطة دي. بصوا بص هنا يعني السؤال مكتوب بالانجليزي بالعربي، بدأ الأول ب 0.85 وبعد كده 1، ما هو في العربي بيبقى من اليمين للشمال، هو قام جاب نفس الرقم وحطه عندنا بالانجليزي، المفروض يعكس، ولكن خير ان شاء الله. طيب احنا اتفقنا ان هو عايز يبدأ بالاتوميك راديوس، والاتوميك راديوس هو هيكون رقم اكبر، والايونيك راديوس هيبقى رقم اقل، فبالتالي احنا عايزين الرقم الاكبر على الشمال. الرقم الاكبر على الشمال ده غلط، ده غلط، ده كده الرقم الاصغر على الشمال. هنا الرقم الاكبر على الشمال والرقم الاصغر على اليمين، طبعا الاتنين مش ايكوال لبعض، يبقى الاجابه الصحيحه دي. طيب بعد كده السؤال نمبر 48، بيقول لك ميتال ام فورم ذا اوكسايد ام او وام 2 او. استنى بقى، ميتال ام بيعمل اوكسايد ام او وام 2 او 3 وام او 2. السؤال ده اصلا كان موجود عندنا، يعني هو هنا حطه هاي ليفل، احنا كان موجود عندنا في الهوم ورك بتاعنا سؤال عادي مش هاي ليفل خالص، او احنا يعني اسئلتنا بقى الهاي ليفل مش عارف. الاكسجين احنا كنا بنحل الاسئله دي ازاي؟ بنقسم الدنيا نصين. الاكسجين انت عارف ان هو بنيجاتيف 2، الفالنس بتاعه نيجاتيف 2، فيبقى الام الناحيه الثانيه عكسه، اقلب الاشاره بحيث ان الاثنين السمشن بتاعهم يبقى زيرو. الكلام ده هتفهمه اكتر في درس الاكسيديشن نمبر. فيبقى الام هنا بوزيتيف 2، يعني كده انا عرفت الفالنس بتاع ام، يبقى ده هنا كده انا بتكلم على ام بوزيتيف 2 ايون. طب يلا زيها ام 2 او 3، الثلاثه طبعا هنا الام الفالنس بتاعها ب 3 مش مستاهله فن يعني، بس احنا ممكن نحلها بطريقتين. يعني انا هنا اهو عرفت ان هنا اللي على الشمال ده ام بوزيتيف 2. طيب هنا الام بوزيتيف 3 لان الاكسجين الفالنس بتاعها بنيجاتيف 2، ولكن لو انا عايز اثبتها بطريقه ثانيه، التلاتة اكسجين بنيجاتيف 6 لان الواحده بنيجاتيف 2، يبقى الناحيه الثانيه كلها بتكون ببوزيتيف 6. الاتنين ام ببوزيتيف 6 يبقى الواحده ببوزيتيف 3، يعني نفس الناتج. يبقى انا كده الايون هنا بتاع ام بوزيتيف 3. طيب اللي بعدها هنا الاتنين اكسجين بنيجاتيف 4، يبقى الناحيه الثانيه ببوزيتيف 4. بس كده يبقى انا كده عرفت الفالنس بتاع ام في كل واحد فيهم. فبيقول لك what is the correct order of this oxide according to the bond length
طبعا انت عارف كل ما بنلوز كل ما الاتوميك راديوس بيبقى اصغر. فانت دلوقتي بتقارن ما بين ام بوزيتيف 2 ام بوزيتيف 3 وام بوزيتيف 4. بوزيتيف 4 صغير خالص كده، بوزيتيف 3 اكبر منه، بوزيتيف 2 اكبر واحد، وكلهم ماسكين في نفس الاكسجين. فبالتالي هتخيل ان الاكسجين هو حجم ثابت، او هو نفس الحجم، هو نفس الحجم. فيبقى اكبر، هو عايز البوند لينس، ترتيب البوند لينس. طبعا اصغر بوند لينس اهي ام او 2، ده اصغر بوند لينس. بعده البوند لينس بتاع ام 2 او 3، وبعده البوند لينس بتاع ام او. بس بكل بساطه يبقى فين ام او الاولى اهيت، دي كده الرايت تشويس. طيب ندخل على السؤال اللي بعده. If the four quantum number for the last electron in the valence shell of the atom of the element X are 430، يبقى ده ال N وده ال L وده ال ML. يبقى أولا من دول كده أنا عرفت إن هو في ال 4F تحديدا في الزيرو. ال 4F طبعا أي F عندها 7 أوربيتال، 1 2 3 4 5 6 7. ويقول لي ان اخر الكترون في الزيرو باصص لفوق، ده الزيرو وادي باصص لفوق، يبقى كان قبله في 3، يبقى ال 4 اف كان فيها 4. بس كده قبل ال 4 اف كان 6 اس 2، وقبل ال 6 اس 2 كان زينون 54. بس بكل بساطه اهو، لان ال 6 اس ده السادس يبقى كان قبله الانرجي النوبل جاز الخامس، هيليوم نيون ارجون كريبتون زينون اهو الخامس. طيب وات از ذا اتوميك نمبر اوف ذا اليمنت واي؟ يبقى ده كده اكس، ده اكس ماشي. واي بقى عنده biggest atomic size in the same period of element X. هتصلي على النبي؟ صلي على النبي، صلي على النبي ولا اقول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. يبقى X اهو، X اهو اخره 6s2 4f4. انا عايز واي اللي مع X في نفس البيريود. هو X اصلا في البيريود نمبر كام؟ بنعرفها من رقم اخر S، يعني في البيريود نمبر 6. حبيب قلبي بيجست اتوم في اي بيريود هو في جروب 1A، برافو عليك. يعني الاس هيكون فيها 1، واخر اس رقمها هيكون كام؟ بما انها في نفس البيريود بيريود 6 يبقى 6s1. بس كده يبقى الكونفيجريشن بتاع ابو بيجست اتوم في نفس البيريود اللي بيكون ال 6s1. تمام. وقبل ال 6 اس طبعا زينون 54، 54 بلس 1 يعني 55. انت بتتكلم على السيزيوم، لان السيزيوم في جروب 1 اي، اخر واحد في جروب 1 اي في البيريود نمبر 6، يبقى انت بتتكلم على اتوميك نمبر 55. فكره السؤال تاني للمره الاخيره، اكس موجود في البيريود نمبر 6 وده التوزيع بتاعه. هو عايز واحد موجود في جروب 1 اي، وعرفت منين انه عايز في جروب 1 اي؟ لانه بيقول لي انا عايز البيجست اتوم في نفس البيريود. فيبقى الاتوم اللي موجود في جروب 1 ايه في نفس البيريود. هو انت في بيريود كام؟ قال لي انا في بيريود 6. خلاص انا عايز اللي في جروب 1 ايه وفي البيريود نمبر 6. دي سهله خالص. طيب بعد كده السؤال نمبر 50 بيقول لك the opposite figure represents the first ionization potentials of three element x و y و z. ماشي. and which are consecutive elements in the periodic table. يبقى الاليمنت x كان b. طيب السؤال ده جميل قوي ويعتمد على اللي كان مركز جدا في الشرح بتاعنا. طيب انا ملاحظ ان اول واحد هو اكس، طبعا هو ده بترتيب بالاتوميك نمبر. اول واحد كان اكس وبعده واي وبعده زد. احنا عارفين والله واحنا ماشيين في نفس، هو بيقول لك consecutive element in the periodic table. احنا عارفين ان احنا واحنا ماشيين من الشمال لليمين مديك طبعا 4 element اهو، كربون ونيتروجين واكسجين فلورين، الاثنين الاربعه موجودين في نفس البيريود في بيريود نمبر 2. واحنا عارفين واحنا ماشيين من الشمال لليمين ان الاتوميك راديوس بيصغر وان الايونايزيشن انرجي بيزيد، صح؟ فالمفروض ان هو اكس بعده واي بعده زد. لقيت ان زد قليله، معنى كده ان واي ده اهو كان في الازمه كانت هنا. واي ده اللهم صل على كامل النور كانت عنده stability state، فالاستابيليتي ستيت ديت هي اللي خلته الايونايزيشن انرجي بتاعته عالي جدا. بس كده. وبالتالي انا لو بصيت على الكربون ووزعته، ادي الكربون وادي النيتروجين وادي الاكسجين وادي الفلورين، لو في واد لماح ابن لذينه مذاكر المحاضره كويس قوي هيقول له والله النيتروجين هو اللي عنده الاستابيليتي ستيت يا دكتور، احنا قعدنا نعيد ونزيد فيها لما زهقنا. جروب 5A. ولكن خلينا نوزع كاننا ما نعرفش. الراجل ده كربون 6 هيليوم 1s2 2s2 2b2، صح؟ 2b2. طيب هل دي stability state؟ لا. طب النيتروجين 1s2 2s2 2b3. طب هنا نيتروجين النيتروجين كان 7 الاكسجين 8 يعني 2b4. هنا 2b5. مين يا فندم اللي عنده stability state واضحه جدا زي الشمس اهيت؟
اللي عنده البي 3، لان الاستابيليتي ستيت ان يكون اخر سب ليفل كومبليتلي فيلد او هاف فيلد، يعني يا اما ال اس يكون فيها 2 يا اما البي يكون فيها 3، غير البي 6 طبعا ده نوبل جاز، ولكن الراجل ده عنده بي 3. يعني النيتروجين اعلى بكتير من مين؟ من اللي بعده. يعني الكربون، النيتروجين الطبيعي انه يبقى اكبر من الكربون، لكن الاكسجين المفروض يبقى اكبر من النيتروجين في الاتوم في الايونيزيشن انرجي، لانه اصغر في الاتوميك راديوس، ولكن لقيت النيتروجين اعلى منه. قلت له ليه النيتروجين اعلى منه؟ قال لي والله علشان انت عندك 2 فاكتور بيأثروا في الايونيزيشن انرجي. الفاكتور الاولاني الاتوميك راديوس، الفاكتور الثاني الاستابيليتي ستيت. امتى بناخذ بهذه الفاكتور الاستابيليتي ستيت؟ قال لي لما يكون 2 ورا بعض على طول بعد بعض. تمام، يعني الفلورين هيبقى اعلى من النيتروجين عادي، لكن الاكسجين هو اللي اقل من النيتروجين، لان النيتروجين عنده ستابيليتي ستيت، يبقى الواي ده هو النيتروجين والزد هو الاكسجين والاكس هي الكربون. طالما هو عايز ان الثلاثه يكونوا كونسيكيوتيف يعني بعد بعض متتاليين، يبقى الاليمنت هو بيسالنا على اليمنت اكس ده هو الكربون. بس كده. طيب بعد كده السؤال نمبر 51 بيقول لك the opposite graphical figure represents the first 4 ionization potential of 4 element. جميل قوي. A و B و C و D. What is the letter of the element which represent aluminium؟ طيب بيقول لك والله ان انت عندك 4 element اهو، A و B و C و D، كل واحد فيهم عنده ال 4 ionization potential بتاعته. يعني ده اهو الفيرست ionization potential، الالكترون الاولاني، ده الثاني، ده الثالث، ده الرابع، ده الاولاني، ده الثاني، ده الثالث، ده الرابع، ده الاولاني، طب بقول لك ايه، ما تسيبك من الهبل ده، خلينا نبص هنا كده اسطى على ايه، على الايونايزيشن بوتنشال دول، ونشوف كل واحد كان عنده كام في الاوتر موست. طبعا اول واحد خرج سهل، التاني انا شايف ان في فرق كبير جدا جدا بين الاول والتاني، يبقى معنى كده الراجل ده كان عنده 1 الكترون بس في جروب في الاوتر موست بتاعه، يبقى الراجل ده كان في جروب 1 ايه. شكرا. بي خرج عنده واحد سهل، التاني سهل، التالت صعب جدا، يبقى الراجل ده كان عنده 2 في الاوتر موست، يبقى في جروب 2 ايه. الراجل ده عنده خرج 3 سهلين، الرابع كان صعب، يبقى الراجل ده كان في جروب 3 ايه. الراجل ده عنده خرج 1 2 3 4، انا شايف برضو ان مفيش فرق واضح ما بينهم، ولكن خلينا نشوف هو عايز بيتكلم عن الالومنيوم اصلا، والالومنيوم 13. الالومنيوم 13 2 8 3، يعني عنده 3 في الاوتر موست، يعني الراجل ده في جروب 3A خرج عنده 3 سهلين، يعني بنتكلم على سي خرج عنده 3 سهلين جروب 3A، والرابع صعب لان هنكسر فيه اوتر موست انرجي ليفل، يبقى الاجابه الصحيحه سي. ايزي. طيب بعد كده السؤال نمبر 52. The following table represents the first 5 ionization potential of the element X. أول 5 أهو. طيب what is the chemical formula of the compound which is produced from the combination؟ طب استنى قبل ما أقرأ السؤال. الراجل ده عنده خرج 1 2 التالت كان صعب، فرق واضح جدا، يبقى الراجل ده كان في جروب 2A لأن عنده 2 في الأوتر موست، الراجل ده عنده 2 في الأوتر موست. فيقول لك what is the chemical formula of compound which is produced from the combination of element X اللي عنده 2 في الاوتر موست ده with كلورين. فقلت له والله X ده مع الكلورين هو X الفالنسي بتاعه ب 2 لانه هيلوز 2، والكلورين الفالنسي بتاعه ب 1 يبقى XCl2. ايزي برضو. طيب اللي بعده بيقول لك in the equation X هتاخد انرجي فتلوز الكترون، يبقى دي اسمها الانرجي دي اسمها اهيت ايونايزيشن انرجي، تحديدا الفيرست ايونايزيشن انرجي لانها خرجت اول الكترون. فبيقول لك the absorbed energy is less than the difference in energy. يا ابن الذين يا دكتور احمد يا نبيل، يا اللي جبت لنا الحته دي في ملحوظه، قلت لنا والله ان الايونايزيشن انرجي اعلى من الانرجي بتاعت كيو، الديفرنس ما بين الانرجي اهو less than difference in energy between the outermost level and level Q، ولا اكبر ولا اقل؟ طبعا اكبر. ايونايزيشن انرجي لازم ادي انرجي تعدي الانرجي ليفل السابع، هو اكس ده اهو لو هو عنده الكترونز، فالالكترون ده لو انا اديته انرجي هينط للاوتر موست السابع، ولكن لو انا عايز اخليه يسيب الاتوم ويمشي فهديله انرجي اكتر من الفرق ما بين الانرجي ليفل كيو والانرجي ليفل اللي هو فيه علشان يسيب الاتوم ويمشي. فطبعا مش محتاج افكر فيها، لان الحمد لله يعني الحمد لله ربنا كرمنا وشرحنا كويس جدا، لان اهم من الحل هو الشرح يكون مفهوم كويس قوي. طيب بص على الاس كويشن بالمره، بيقول لك in the two compounds كروميوم اوكسايد وكروميوم اوكسايد، بس هنا الاوكسجين بنيجاتيف 2 والكروميوم يبقى بوزيتيف 2. طبعا احنا قلنا بنعرف الفالنس ازاي بتاع الكروميوم، هنا الكروميوم الفالنس بتاعه بوزيتيف 3 لان الثلاثه اوكسجين بنيجاتيف 6، يبقى الكروميوم الاثنين ببوزيتيف 6 يبقى الواحده ببوزيتيف 3. طيب جميل، عايز ايه يعني يا دكتور؟ ولا عايز اي حاجه، بص كده خلينا نشوف هو اللي عايز ايه. بيقول لك what is the number of electrons in chromium ion
in each the two compound knowing that the atomic number of chromium is 24. فقمت قايل له والله الكروميوم 24. سيادتك عايز تعرف عدد الالكترون جوه الايون in each of two compound. فقمت قايل له والله الكروميوم 24، فلو عمل لوز لاتنين الكترون خلاص يبقى الكروميوم بوزيتيف 2 هنا عنده 24 ناقص 2، ما هو انت هتطير 2 الكترون. اما هنا انت هتلوز 3 يبقى عنده 21. ايه يا عم السؤال العبيط ده؟ in which formula unit البوند لينس ما بين الكروميوم والاكسجين اكبر اطول؟ جيف ريزون. خلينا نشوف يا فندم. طبعا بوزيتيف 2 هو كبير، بوزيتيف 3 اصغر، لان كل ما بنلوز كل ما بيبقى اصغر. طيب ده ماسك في اكسجين وده برضه ماسك في نفس الاكسجين، مين اللي البوند لينس بتاعه اطول؟ اكيد اللي عمل لوز اقل، لان هو كده هيبقى اكبر في اتوميك راديوس. فيبقى هنا اقوم قايل له والله في سي ار او جيف ريزون. عايز جيف ريزون اقولها لك حاضر. اقوم قايل له والله اولا الايونيك راديوس اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. ذا ايونيك راديوس، ايونيك radius in CR positive 2 is larger than CR positive 3. ليه؟ as ممكن نقول مثلا ان الايونيك راديوس بيصغر كل ما بنلوز اكتر as the ionic radius اهو the ionic radius decrease as we lose more electrons. بس كده. وبالتالي بما ان الكروميوم بوزيتيف 2 عمل لوز اقل يبقى الايونيك راديوس بتاعه اكبر. بس كده، مش محتاج تقول كلمه اضافيه. طيب كده احنا الحمد لله ربنا من علينا، قول الحمد لله ان احنا خلصنا مع بعض الحل بتاع الهوم ورك بتاع ليسون 2. طبعا اهم من الهوم ورك بتاع كتاب المعاصر هو الهوم ورك بتاعنا، لان يعني اسئله هي اسئله كويسه ولكن مش كافيه لهضم الدرس. فانت كويس ان انت بتحل كتاب المعاصر، ولكن اهتم بالهوم ورك الخاص بينا علشان تكون تقيل في الجزء ده، لان مش دي الاسئله اللي هو يسال فيها في الامتحان. وكده كده احنا هنحل التقييمات سوا وهنشوف. ربنا يوفقكم يا ابطال. خلاص النهايه بتقترب، وطبعا العبره بالنهايات. شد الهمه يا صديق. نشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.